يعني ماتت بسببها. يعني حد يتخيل حاجه زي كده؟ بنتها، احنا ده طبعا نصيب وقدر وربنا كاتبه، بس هتلاقيها هو برضو كانت هي سبب من الاسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى سبب ان البنت دي تموت. ف بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ازاي تحمي نفسك من عينك نفسك؟ يعني انت تعرفي ان انت ممكن نفسك انت تحسدي نفسك، او تحسدي ابنك، او تحسدي اعز حد حواليكي. ممكن وبيحصل على فكرة. يا جماعة، حاجات التحصين من الحسد سهلة جدا. في فعلا على فكرة ناس بتحسد نفسها وبتحسد أعز حاجة حواليها من غير ما تحس، هي تبقاش عايزة تعمل كده. بس العين يا جماعة ما تعرفش حاجة اسمها كده. العين لازم تمسكيها بكلام معين علشان ما تحسدش الحاجة اللي حواليك، او ما تحسدش اي حد قريب منك، لان انت غصب عنك انت بتبقيش متعمدة ان انت تحسدي الحد ده او الشخص ده. بس العين لازم بتتمسك بكلام، يعني ما تسيبيهاش كده تسرح مع نفسها. تمام. في فعلا ناس بتحسد نفسها. يعني انا من فتره بسيطه شفت على الفيس واحده كانت منزله صور لابنها، وما شاء الله الولد كان جميل شكليا ما شاء الله يعني عليه، وكان ناصح زي ما احنا بنقول. يعني كان سنه صغير بس هو الولد ناصح وكان شكله جميل. فاعوذ بالله، يعني بعدها بيوم نشرت تاني ان الولد ده مات. يعني وهي بنفسها اعترفت، قالت انا اللي عملت فيه كده لان نزلت صوره. فمش اي عين بتبص بتشوف بتقول ما شاء الله او اللهم بارك. يا جماعه معلش عشان انا بس عندي وش كتير في الشارع من تحت، شارع عمومي، فالدنيا بتبقى هيصه فيه شويه. المهم، فكنا بنقول يا جماعه ان انت حتى لو بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم بارك دي طويل عليكي، احفظي كلمه اللهم بارك. تمام. اي شيء تشوفيه اللهم بارك. ابني كويس بيسمع الكلام اللهم بارك، ربنا يبارك فيك. بيذاكر من نفسه ما بتقوليلوش حاجه، او اول ما بتقولي له بيروح يعمل كده زي ما انت عايزه من غير مناقشات كتير ومن غير شد وجذب وجدل كتير. اللهم بارك اللهم بارك. بصي احفظيها، كرريها في لسانك دايما على طول. كل شيء تشوفيه يعجبك يخصك او ما يخصكيش اللهم بارك. انا شايفه نعمه جميله عند حد مثلا صاحبتي او قريبتي او ايا كان وعجباني، اتمنى ان هي دايما تبقى في نعمتها، ويا رب ارزقني زيها. ده يا جماعه الغبطه دي حاجه اسمها غبطه مش حسد. خلاص انا كده مش بحسد. انا لما اشوف نعمه عند حد مثلا اختي او صاحبتي او ايا كانت، واتمنى لها ان نعمتها تفضل معاها تدوم معاها ما تزولش، ده انا ما بتمنى لهاش شر، انا بتمنى لها خير. يا رب ربنا يزيدك في نعمتك ويرزقني مثلها. دي يا جماعه اسمها غبطه، خلاص مش حسد. انا كده مش بحسد. تمام. فلما تشوفي شيء دايما زي ما بقول لك بركي دايما اللهم بارك اللهم بارك. احفظي كلمه اللهم بارك. لو الكلمه او الدعاء كله على بعضه بسم الله ما شاء الله مش صعب يا جماعه خالص. بس لو انت بتنسي او مش هتعرفي تحفظيه، اللهم بارك دي كلمه سهله جدا ممكن تقوليها في اي وقت وفي اي مكان، وتبقى سلسه وسهله على لسانك وعلى دماغك ان انت تفتكريها يعني. تمام. فحاجه بسيطه جدا يا جماعه ممكن نحصن بيها نفسنا او نحصن بيها اي حد من عينينا احنا. تمام. او تحصني بيها عيالك من عينين الناس. خلاص يعني حاجه سهله جدا. وطبعا كلنا عارفين ايه الكرسي، يعني كلنا حافظينها، حتى اللي مش حافظ القران حافظ ايه الكرسي، المعوذتين، الاخلاص. تمام. اول سوره البقره، اخر سوره البقره، او سيبك لو انت مش حافظه اول سوره البقره اخر سوره البقره، كفايه عليك قوي ايه الكرسي والمعوذتين وسوره الاخلاص. خلاص. والفاتحه. تمام. دول تقوليهم مثلا كل يوم، وتحصني عيالك وتحصني نفسك وتحصني غيرك من عينك به اللهم بارك. شفت حاجه حلوه تخص اي حد مش شرط انا برضو اللهم بارك. تمام كده. حاجه سهله وبسيطه جدا يا جماعه ممكن نعملها تحصلنا من عينين الحاسدين والحاقدين اللي في حياتنا او اللي موجودين عامه في الدنيا واحنا مبقاش واخدين بالنا منهم. تمام. دي كانت حاجه سهله جدا جدا من تحصين بيتك او عيالك قبل اي حد خالص طبعا من الحسد. خلاص. وان انت تحصني برضو الناس ما لهاش ذنب ان انت تبص لهم بعين الاعجاب، فتحولي عين الاعجاب دي لان انت تحسديهم في نعمتهم. تمام. اي حاجه تشوفيها اللهم بارك. ده حاجه سهله جدا وجميله خالص، لو عملناها كلنا نعيش في سعاده وحاجه جميله، وما يبقاش فيه الحقد يا جماعه والحاجات اللي شغاله في القلوب دي. انت عمرك ما هتبص لحد هتحسديه على حاجته. يعني انت لما تبص لحد خلاص ماشي نعمته زالت، انت خدت ايه؟ طب يعني انت خدت ايه؟ ايه اللي حصل لك انت؟ يعني زدت انت حته؟ انت لما تبصي بعين الحب والموده وكمان يا جماعه صحيح في نقطه يعني حلوه جدا انا عايزه اقولها، ان انت مش كل حاجه عندك حلوه جميله تفضلي لك 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 مع كل اصحابك. يعني انا مش عارفه جبت ايه جديد، انا مش عارفه عملت ايه، انا جوزي والله بيحبني جدا، انا جوزي مش مقصر معايا خالص، انا مش عارفه ايه. مش اي حد تتكلمي معاه الكلام ده. الحاجات دي بتتحسد. مش اي حد تتكلمي معاه الكلام ده.
الكلام ده ما تتكلميش معاه غير مع الناس اللي انت عارفاها فعلا ما بتحبي لك الخير وتتمنى لك الخير. ومش في اي وقت برضو، مش في اي وقت، ليه مقدمات. انا عارفاكي تحبي لي الخير، انا عارفاكي ان انت بتحبيني وعمرك ما تكرهي لي حاجه حلوه بتحصل في حياتي. يعني لازم يبقى فيه الدماغ اللي شغاله صح. انا مش كل، طب انا مثلا هحكي ان انا مثلا جبت وعملت خدت ايه في الاخر؟ طب ما انا ممكن اللي بحكي لها ديت مثلا تبقى بتسمع وبتركز معايا قوي في ان هي ما عندهاش الحاجات دي، وان السمع بتاعها ده يحول لك حسد، يحول لك حسد في حياتك. خلاص، وتبقي انت بايدك ضريتي نفسك وضريتي حياتك وحولتي حياتك من سعاده او ايا كان بقى الحاجه الحلوه اللي كانت في حياتك حولتيها لعكسها تماما. فبايدينا يا جماعه كل حاجه كويسه ان احنا نعملها لنفسنا في موضوع الحسد ده. يا جماعه سهل جدا، سهل جدا ان احنا نمنع اي حد يحسدنا، وان احنا نمنع نفسنا نحسد حد. فده كان موضوع النهارده يا جماعه، موضوع الحسد، ويا ريت يا ريت تكونوا استفدتوا منه. وحاجه سهله جدا جدا، مش هتكلفكم حاجه ولا هتكلفكم ان انتوا تحفظوا اصلا يعني. تمام، اتمنى ان انا اكون افدتكم في الموضوع ده يا جماعه. كان موضوع حلقتنا الحسد يا جماعة، واتكلمنا فيه بشكل مبسط جدا 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 وسريع، ما فتحناهوش خالص. يعني احنا اتكلمنا بشكل مبسط جدا ان احنا ازاي نعمل اللي علينا واللي يعني نعمل اللي علينا للناس واللي لينا برضو لبيتنا. تمام، فلو موضوع الحلقة عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم اي فيديو جديد انا بنزله. السلام عليكم.